السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم بغيت نخرجكم من الدوامه ديال الحياه اليوميه والصداع ديال السوشيال ميديا ونجلسوا جلسه ديال التامل. واش عمرك فكرتي باللي الزمن اللي كنعيشوا فيه ماشي كله بحال ربي سبحانه وتعالى من كمال الحكمه ديالو فضل بعض الاماكن على بعض بحال مكة والمدينة، وفضل بعض البشر على بعض بحال الأنبياء والرسل، وكذلك فضل بعض الشهور على شهور أخرى. حنا دابا في واحد الشهر اللي هو من الأشهر الحرم. هذه الكلمة كنشوفوها في المقاطع، كنسمعوها يوم الجمعة، ولكن واش عمرنا غصنا في المعنى ديالها؟ اليوم غادي نعرفوا علاش هاد 4 شهور هما الخلاصة ديال العام، وعلاش ربي حذرنا فيهم بواحد الطريقة كتخلي القلب يرتجف في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وجد كاس ديال اتاي وركز معايا ويلا نتعرفوا على هذا الكنز. ربي كيقول في الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. شوفوا العظمة، ربي من نهار خلق المجرات والكواكب هو حط هذا التقسيم. يعني هذا الشيء ماشي صناعة بشرية أو تقويم داروه الرومان، هذا سيستم إلهي. تخيلوا معايا هاد 12 شهر ربي عزل منها 4 أشهر باش تكون بمثابة محطات استراحة للروح. إلا قلتي العام فيه 12 غرفة و4 منها غرف مقدسة ممنوع فيها الغلط. النبي صلى الله عليه وسلم شرحهم لنا في حديث حجة الوداع باش ما يبقاش الشك. قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض سنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. الآن غنبداو بذو القعدة. علاش سميتو هكا؟ لأن العرب قديما كانوا يقعدون، يعني القتال، يعني ما كاينش صداع، ما كاينش السلاح. هذا القعود ماشي هو العجز، بل هو احترام السكينة. ذو الحجة هذا شهر المناسك الكبرى. هنا كنرجعوا لقصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، كنرجعوا للتضحية وكيفاش الناس كيتجمعوا بلباس واحد للحج، كأنهم كيذكرونا بيوم القيامة. المحرم سميتو المحرم لتوكيد التحريم. ربي بغى العام يبدا بالقدسية. تخيل تبدا العام ديالك بشهر حرام، يعني كتبني الأساس على طهارة. رجب كيتسمى رجب الفرد كيتجا بوحدو، أو رجب الأصم حيت ما كنسمعوش فيه قعقعة السلاح. رجب هو البوابة اللي كتدخلك لشعبان ومن بعد لرمضان. كاين اللي كيسميه شهر الزرع، يعني فيه كتزرع البذرة باش تحصدها في موسم رمضان. بزاف كيسحاب ليهم باللي الأشهر الحرم بدات غير مع الإسلام، إلا هاد الأشهر كانت محترمة حتى في الجاهلية. العرب رغم الشرك اللي كان عندهم كانوا كيعظموا الكعبة وهاد الشهور. تخيلوا معايا درجة الانضباط هنا. كان الراجل يقدر يتلاقى مع القاتل ديال باه وسط السوق في شهر حرام وما يقيسوش. علاش؟ حيت كانوا كيعتبروا الاعتداء في هاد الشهور فضيحة وعار كبير وكفر بالقيم. إذا كان أهل الجاهلية اللي ما عندهمش كتاب منزل كيحترموا حرمة الله بهذه القوة، كيفاش خاصنا نكونوا حنا اللي عندنا القرآن والسنة؟ هذه نقطة كتخلينا نراجع ريوسنا. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذه هي الوصية الربانية. ربي ما قالش لنا ما تظلموش الناس فقط، بل قال ما تظلموش أنفسكم. كيفاش كنظلموا أنفسنا؟ أولا بالمعاصي. العلماء كيقولوا تضاعف الآثام، يعني الكذب، الغيبة، الغش، الثقل ديالها عند الله كيولي مضاعف. بحال إلا قلتي الغلط في المسجد ماشي هو الغلط في الزنقة. ثانيا بالغفلة، أن هاد الشهور دوز وانت كتعامل معها بحال أي شهر عادي، هذا في حد ذاته ظلم لنفسك، غتضيع فرصة ديال الحسنات. ثالثا بظلم العباد، تعديتي على خوك اللي تيرزق شي واحد، خرجتي جرحتي شي واحد بكلمة، هاد الشيء كيرجع عليك بقوة في هاد الوقيته. قال قتادة رحمه الله: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها. ركزوا في كلمة أعظم وزرا، هذه كتخليك كترعد. بما أن السيئات كتضاعف فرحت الحسنات كتضاعف بفضل ورحمة الله. كيفاش نستغلوا هاد الأشهر؟ أولا التوبة. أحسن حاجة تبدأ بها هي تمسح الذنوب الماضي بتوبة نصوحة وبالاستغفار. ثانيا الصيام، خاصة في المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ثالثا الذكر الخفي، خلي لسانك خدام دائما
سبحان الله والحمد لله. هاد الكلمات البسيطة ميزانها كيولي ثقيل بزاف هاد الأشهر. رابعا الصدقة، جرب تخرج لوجه الله واخا غير درهم كل نهار، البركة اللي غترجع ليك في صحتك وفي ولادك غتكون عجيبة. وفي الأخير بغيت نقول لكم الهدف من هاد الشهور ماشي هو الحرمان بل هو التربية. ربي كيدربنا 4 شهور في العام باش نتحكموا في أعصابنا ونتحكموا في لساننا ونرفعوا من الإيمان ديالنا. تخيل هاد الشهور هي المحطة اللي كتشارجي فيها الطاقة ديالك باش تكمل العام. إذا احترمتي هاد الشهور كون أكيد بلي ربي غادي ييسر ليك حياتك كاملة. وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى هاد الهضرة تكون دخلت لقلوبكم قبل المسامع ديالكم. الأشهر الحرم هي هدية من الله، ما تخليوهاش دوز مرور الكرام. اللهم عظم في قلوبنا حرماتك ووفقنا لعمل الخيرات وتجاوز عن سيئاتنا يا رب. بارك لنا في أوقاتنا واجعلنا من المقبولين.